وصفتنا النهاردة مختلفة شوية، تنفع للعشاء أو كمان للفطار، وممكن نحطها في الغدا جنب أي وجبة رئيسية بتطلع حلوة قوي. أول حاجة هنعملها هنعمل الخليط بتاع صينيتنا النهاردة. هنا معايا دي كوباية من الكريمة، وهضيف عليها كمان كوباية من اللبن، ونص كوباية من السمنة، ونص كوباية من الزيت. وكل المقادير بالتفصيل هكتبها لكم تحت الفيديو، ورشة ملح وفلفل، وهنقلب كله مع بعض. والصينية بتاعتنا هنبدأ ندهنها بالسمنة أو الزيت زي ما تحبوا، وهنبدأ نعمل طبقات الجلاش. أول طبقة وهنضيف عليها الخليط، بين كل طبقة وطبقة هنضيف الخليط ونفرده بالفرشة بالشكل ده، ما نزودش قوي، وطبعا عدد الطبقات دي زي ما بتحبوا. ممكن نعمل من 5 ل6 طبقات زي ما تحبوا، وكلهم هنفردهم بالفرشة بالشكل ده. الجلاش بتاعنا هيطلع مورق وطعمه حلو جدا. والنهاردة أنا هستخدم حشوة الجبن. دي جبنة أشقوان مع جبنة موتزاريلا، ممكن نضيف أي نوع جبن بتحبوها. هضيف الكميات اللي انتوا برضو بتحبوها، هخلط الاتنين مع بعض واضيفهم. والنهاردة كمان أنا هستخدم البسطرمة، هعملها بالجبن والبسطرمة. هقطعها قطع بالشكل ده وهفردها على الصينية كلها. ممكن نستخدم السلامي أو البيبروني أو أي حاجة متوفرة عندكم، وممكن كمان جبن بس. وهنبدأ نكرر الطبقات تاني، برضو ممكن نحط من 5 ل6 طبقات فوق، ونوزعها بالفرشة بالشكل ده. والكمية بتاعتنا بتاعت الخليط دي تكفي حوالي صينيتين، وهقطعها بالأحجام اللي تناسبني. وهنجيب صفار بيضة واحط عليه معلقة من الخليط وهقلبهم كويس، وهبدأ أدهن الصينية بتاعتنا عشان تاخد لون حلو. وفي آخر حاجة بحب أعملها برش رشة سمسم وحبة البركة، ودي اختيارية، حابين تضيفوها أوكي، حابين من غيرها تمام، تطلع حلوة قوي برضو. وزي ما قلتلكوا كمية الخليط اللي عملناه النهاردة بتكفي صينيتين. وكده خلاص صينيتنا جاهزة. هندخلها الفرن على درجة حرارة 190، الرف وسط. هتبدأ تحمر من الأحرف، وبعد كده نشغل الشواية وجربوها، ومتأكدة هتعجبكم.